اسلوبك فيه حده ليه؟ ها ليه في حده في اسلوبك يا ذات الخمار الاسود؟ ليه ما بتلبسيش الوان تانية؟ كله اسود اسود اسود. عملتي القناه ازاي؟ عملتي اعلانات مموله ولا لا؟ طب لو انا عايزه اعمل قناه اعملها عن ايه عشان تنجح؟ مين بيديرلك القناه؟ بتعملي ايه مع التعليقات السلبيه الخنيقه؟ ودرع اليوتيوب وصل ازاي؟ دي اسئله اتكتبت لي واتكررت، فحابه اني اجاوبكم عليها، وباذن الله تلاقي اجابه لسؤالك، وخليكي معايا للاخر ان شاء الله الفيديو يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندخل في الموضوع على طول. عملت القناة ازاي؟ هي دي مش اول قناة اعملها، عملت كذا قناة قبلها وقفلتها، كنت بتعلم فيهم يعني وبتدرب عليهم، كنت بدرس عالم اليوتيوب ده عامل ازاي، اتفرجت على فيديوهات كتيرة قوي بتشرح ازاي تعملي قناة يوتيوب. ومن اكتر القنوات اللي استفدت جدا منها قناة اسمها الريشة بتاعت مهندس اسمه توفيق ابو حلاوة. بصراحة اي سؤال عن اليوتيوب بلاقي الاخ صاحب القناة ردد عليه ومجاوب، عامل عنه فيديو شارح فيه كل حاجة، فجزاه الله خيرا. فضلت بقى اجمع معلومات، يعني حوالي 4 سنين بتعلم لحد ما رسيت على القناة دي، والحمد لله والفضل لله ربنا عز وجل كتب لها بعض القبول في قلوب الناس. وما كنتش متخيلة بصراحة انها توصل للعدد ده في الفترة القصيرة دي. وصلنا الحمد لله ل 200 ألف مشترك في أول سنة، عدد ما كنتش متوقعاه، لان قناة برضو صاحبتها منتقبة وطالعة تتكلم في توجيهات ونصائح، وده صح وده غلط واعملوا وما تعملوش، واحنا واخدين فكرة ان الناس بتهتم بس بالقنوات اللي فيها شوية زي ما يقولوا كده اسفاف، تفاهة، رقص، بنت مش لابسة. لكن لا، احنا فاهمين غلط. فينا ناس كتير جدا محترمين ما بيعجبهمش الحال المايل، ما بيحبوش الاسفاف، بيتابعوا حاجات محترمة. وفي قنوات تانية غير كتير لمنتقبات ودعاة وشيوخ ودكاترة ومدرسين وصنايعية وشيفات، ليهم متابعين اكتر كمان مني بكتير جدا. فالحمد لله احنا لسه فينا الخير، ولسه بندور على الخير وبنحب نتابعه. حاجة كمان بعتبرها من اهم الانجازات الحلوة اللي حصلت للقناة، وهي دعم الشيخ الدكتور محمود المصري جزاه الله خيرا. تعليقات حضرته اللي كتبها علشان يثبتنا ويخلينا نستمر في القناة امام المحبطين، ودعمه للقناة عن طريق الكتب الدعوية اللي من تأليفه اللي بعتها لنا، كانت اكبر حدث حصل للقناة، يعني ما كنتش احلم بيه بصراحة. والاجمل كمان ان ربنا عز وجل اكرمني اكتر وخلاني اصمم له حلقات الكرتون الاسلامي للاطفال في قناته حكايات عمو محمود. انا بعشق الكرتون اصلا، فلما ربنا يكرمني ويخليني اصمم كرتون واسلامي دي نعمة كبيرة قوي من ربنا عز وجل. واما بنعمة ربك فحدث، لكنه كرم ربنا يؤتيه من يشاء. انجاز كمان الحمد لله في القناة، الدرع بتاع اليوتيوب وصل ليا وليكم، هو بتاعكم بتاعنا كلنا شاركنا فيه، انا بالمجهود وانتم بالتفاعل وبالدعاء. فربنا يبارك في القناة وفي كل المشاركين فيها بأي نوع من أنواع التفاعل، ويا رب كل القنوات الهادفة تعلى وتكبر وربنا يطرح فيهم كلهم البركة. وفي انتظار بقى طبعا الهدية الكبرى، الجائزة الكبرى يوم القيامة. يعني بتمنى من ربنا عز وجل انه يتقبل كل اعمالنا، وانه يجمعنا كده كلنا تحت ظل عرش يوم القيامة، ويكتبنا من المتحابين فيه، لاننا ما بنجتمعش هنا الا علشان نذكر بعض بالله. طب هل عملتي اعلانات ممولة عشان تكبري القناة؟ لا ابدا، ما عملتش للقناة دي اي اعلان ممول. بالعكس، كمان في ناس طلبت منهم يعملوا لي اعلان ممول ورفضوا، قالوا لي لا ما بنعملش المنتقبات، قالوا لي وش كده. فقلت خلاص مش لازم، واكتفيت بنشر لينكات الفيديو عندي على صفحة الفيسبوك وفي الجروب وفي شوية تعليقات، والحمد لله على كده. طب لو انت عايزة تعملي قناة تعمليها عن ايه؟ اي محتوى مميز هتعمليه هينجح ان شاء الله، المهم يكون مميز. طب ازاي اختار المجال وازاي اكون مميزة فيه؟ هتختاري الحاجة او الموهبة اللي انت متمكنة منها وتعلمتيها فترة كبيرة من حياتك، او ابتدي تعلمي حاجة وتميزي فيها وعلميها بعد كده للناس في القناة. ما تختاريش اي حاجة وخلاص، وما تقلديش حد. مش عشان قناة فلانة مثلا نجحت وكبرت او عندها فيديو جاب مشاهدات كتير يبقى انا كمان لو عملت زيها هنجح. لا مش شرط، جايز هي امكانياتها وعلمها في المجال اللي بتقدمه اكبر من العلم اللي عندي. يعني انا مثلا اول ما عملت القناة دي كنت بعمل فيها حلقات عن الطبخ، حاجات اجتماعية، نصايح عادية تربوية، حتى كنت مسميها كوكي على اساس انها قناة عادية. يعني لقيت في ناس تانية عاملين قنوات طبخ رهيبة ورائعة، واصلا دارسين الطبخ في اكاديميات، وشيفات كبار دي شغلتهم. فكنت بفتح فيديوهاتهم بنبهر. طبعا بالمنطق كده يستحيل اوصل للليفل بتاعهم، ومع ذلك كنت مكملة. لقيت البنات في التعليقات بتسألني أسئلة دعوية لوحدهم، يعني مثلا منزلة فيديو عن طريقة عمل الرز،
او بناقش جريمة حصلت مثلا في المجتمع، بلاقي البنات بيسألوني عن نقابي ولبستيه ازاي واقنعتيهم ازاي في البيت، طب الصلاة مش عارفين نصلي، طب نفسنا نحفظ القرآن. فسابوا الطبخ والرز والمحشي اللي بعملهم وودوني في سكة تانية خالص. فلقيت انه من باب الامانة انا لازم اجاوبهم، وتلقائيا كده موضوعات القناة اتغيرت وهدف القناة اتغير، مع اني ما كنتش ناوية اخليها قناة دعوية عشان خفت يحصل تجاوزات في التعليقات وخلافات. كمان قلت محدش هيسمع على منتقبة يعني، وكل واحد عنده شيخه اللي بيتابعه، فما تدخليش المجال ده، مش عايزين مشاكل. لكنها إرادة ربنا عز وجل فوق كل اختيار. ربنا أراد إني أعمل حلقات دعوية، والحمد لله بنات كتيرة قوي استفادت والتزمت بعد ما سمعتها، عشان بس ربنا بيحبهم فجعلني وسيلة ترشدهم لطريقه فقط. والحمد لله ما حصلش تجاوزات في التعليقات ولا حاجة زي ما كنت فاكرة، إلا كل فين وفين، يعني كل شهرين 3 مرة بلاقي تعليق ملوش لازمة من حد، يعني لما بيشوف منتقبة كده بيتكهرب. والحمد لله برضه أنا كان بقالي سنين بدرس وبذاكر في مجال الدعوة، واشتغلت فترة في التدريس، فعندي رصيد بفضل الله أقدر أتكلم بيه. فأنت كمان شوفي إيه المجال اللي تقدري ترشدي فيه الناس لحاجة نافعة، وتكوني أنت كمان متمكنة من الحاجة دي وهتقدري تقدمي فيها حاجة زيادة. اعتبري نفسك مثلا مدرسة في مدرسة، أستاذة في الجامعة، وقدامك جمع من الناس من كل الأطياف وعايزة تفيديهم بمعلومة جديدة. شوفي دراستك وتخصصك عن ايه، ممكن تعملي قناة في مجال دراستك. ممكن لو انت عندك موهبة التدريس ومارستيها بالفعل وبتعرفي توصلي المعلومة للتلاميذ بسهولة وحبوكي على أرض الواقع، اعملي قناة تعليمية وهتنجح إن شاء الله. لو انت دكتورة أو صيدلانية أو شاطرة في مهنة الخياطة، التريكو، الأعمال اليدوية، الطبخ، لو درست رياضة وتمرينات بدنية مثلا كلية تربية رياضية، لو درستي لغات، اعملي في المجال اللي درستي فيه، هتبقي مميزة فيه وهتبقى عندك معلومات مش موجودة عند ناس كتير، فاللي هيتابعك هيحب قناتك ويتعلق بيها. غير كده كمان لازم تهتمي بالإضاءة والتصوير، ما تكونش الصورة مظلمة، ما يكونش الصوت منخفض ولا مشوش، يعني على قد ما تقدري. لازم تتعلمي مونتاج طبعا، مع كل ده تكوني لابسه زيك الشرعي. انا من مؤيدي فتوى الامام ابن باز اللي قال اللي عايزه تظهر على الشاشه تفيد الناس تغطي وشها. عايزه اقولك حاجه كمان، انت حتى لو مش منتقبه وعايزه تعملي قناه، البسي النقاب في القناه، وهقولك ليه. مش بتكلم من ناحيه حلال وحرام، لكن انت غاليه، فحفاظا عليكي يا غاليه ما تظهريش نفسك لحد على الانترنت، لان الانترنت عامل زي الشارع، السوق، المول، الجامعه، قاعد قدامك ناس من كل الفئات، فيهم المحترمين وفيهم مع الأسف غير ذلك. أهو غير ذلك ده ممكن يأذيكي لو عرف انت مين، تتعرضي لمضايقات في الشارع أو يعكسك. مش انت بتاعت اليوتيوب الحق فلانة هي تعالى ولا نتصور معاها، وتلاقيهم كلهم هجموا عليكي وتلموا حواليكي، والناس مش ملايكة. وحصلت مع يوتيوبرز كتير، في يوتيوبرز لما تعرفوا اضطروا يبيعوا بيتهم وينقلوا السكن في مكان تاني محدش يعرفهم فيه عشان المضايقات اللي تعرضوا لها. هم طلعوا قالوا كده بلسانهم في قنواتهم، قالوا ان في ناس بقت تروح لهم الفجر تخبط عليهم وناس تستناهم تحت البيت. فانتي بنوتة رقيقة، ما تحطيش نفسك في المواقف دي. ده غير الناس اللي بتاخد صورك من الفيديو وتعمل بيها صفحات مزيفة وتقول على لسانك كلام ما قلتيهوش، او تنزل صورتك في جروب مثلا قليل الادب ويلموا على حسك تفاعل. ده لو طلعتي بوشك بس، الحاجات دي بتحصل. مش هقولك بقى عن اللي بتطلع على اليوتيوب بلبس ضيق ولا بتهز حاجات، وطبعا كلنا سمعنا عن البنات اللي اتسجنوا بسبب الحركات دي. فيا تعملي حاجة ترضي ربنا وتحافظي على نفسك، يا ما تعمليش. ولو هتلبسي نقاب في قناتك يبقى من غير اي شادو ولا اخضر ولا ازرق ولا لانسز ولا حواجب ولا تاتو ولا ترسمي حنة في ايديكي وخواتم وغوايش والحاجات دي، لا. وبلاش الروتينات اللي بتوطي تسيق الارض بالعباية الضيقة دي ولابسه نقاب، لا ده كده اقصر طريق لجهنم وبئس المصير. وطافي تتكلمي جد، ما تضحكيش وانت بتتكلمي. مش هقولك بقى خليكي راجل، لا خليكي ارجل من 10 رجالة، وإلا هتشوفي وتسمعي ما لا يتحمله بشر في الدنيا وفي الآخرة. لما تعملي الضوابط الشرعية دي ساعتها محدش هيقدر يفتح بقه معاكي. ميزة كمان هتكسبيها لما تغطي وشك في القناة بتاعتك، ان ده هيساعدك على الإخلاص. ما تعرفيش حد انك عاملة قناة عشان ما يدخلش لقلبك الإعجاب بالنفس والرياء قدام أهلك وقرايبك ومعارفك فيضيع أجرك، وتبقي بدل ما بتقدمي حاجة لله ولمساعدة الناس تبقي بتقدميها طلبا في الشهرة. وطالب الشهرة ده مرائي، عايز يوري نفسه للناس في اي مكان يروحه ويحب الناس تسمع عنه، والابواب تتفتح له والامور تتسهل له بفضل شهرته، والناس تسقف له وتحطه في مقام عالي فوق اي حد. فرأيي لو عملتي قناة ما تعرفيش حد، استأذني بس زوجك، ابوكي، اخوكي فقط،
ووصيهم ان هم ما يقولوش لحد عشان اجرك في الاخرة ما يضيعش. طيب مين بيدير لي القناة؟ محدش. طبعا سمعت قصص كتير عن سرقة الايميلات وسرقة القنوات، وفلان كان بيدير قناة فلانة ولما القناة كبرت طردها من القناة واخد القناة لحسابه وباعها، وحاجات كتيرة بالشكل ده. فقررت ادير القناة بنفسي واستعنت بالله واتعلمت، والحمد لله واخدة كورسات كمبيوتر متنوعة. فالموضوع ما كانش صعب بالنسبة لي. هو الموضوع مرهق بس مش صعب. انا تقريبا ما بنامش غير 4 ساعات في اليوم، متابعة التعليقات وصفحة الفيس والتحضير للحلقات والمونتاج للفيديوهات. يعني عشان اطلع حلقة من 10 دقايق ممكن اقعد اشتغل فيها اسبوع، لان عندي حاجات تانية كتير في حياتي برضو مش عايزة اقصر فيها. كمان القناة بتصرف كتير مش ببلاش، يعني بشحن باقات انترنت بس كل شهر باكتر من 1000 جنيه، ده غير فاتورة الكهرباء، النور اللي بيفضل شغال كل يوم للصبح عشان متابعة القناة والصفحة، ومعاه طبعا مروحة او تكييف او دفاية ولابتوب والمجهود. عارفة انت اي قناة بتقدم لك اي برنامج في التلفزيون بتشوفي المذيع طالع بس يقول كلمتين وفي فريق اعداد كامل وراه في الكواليس شغال عشان يطلع لك الحلقة بالشكل اللي انت بتشوفيه. انا بقى في القناة بتاعتي بقوم بكل اللي بيقوم بيه فريق الاعداد ده لوحدي، تصوير واعداد ومونتاج وانتاج وفلوس وكهرباء. يعني شارية موبايل بس ب11,000 جنيه عشان اعرف اصور لكم فيديو جودته الى حد ما كويسة. فالموضوع مرهق بجد ومكلف، بس لكل مجتهد نصيب. اي حد لازم يتعب في الدنيا دي عشان يوصل لهدفه. مفيش حاجة بالساهل، كل ما هتتعبي اكتر وتتقني في عملك هتوصلي للي انت عايزاه. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. الناس اللي انت بتقدمي لهم عملك ده هيلمسوا تعبك ومجهودك فيه، ولما تعمليه من قلبك هيوصل لقلوبهم. السؤال اللي بعد كده، وده بقى اتكرر كتير قوي، بتعملي ايه مع التعليقات السلبية؟ هي التعليقات السلبية دي انا بعتبرها 3 انواع. النوع الاول لسانه طويل، ده ما بردش عليه وبعمل له بلوك، مش معقول هنزل لمستواه. النوع التاني بيكون عنده مشاكل في حياته، فيعمل ايه عشان يفرغ الكبت؟ يدخل على قنوات الناس او صفحاتهم ينزل فيهم تسفيه وتعنيف وتكفير، ده برضو ما بردش عليه وبعمل له بلوك، لان ده مهما كلمتيه ووضحتي له وجهة نظرك متربس. يعني اللي شتمك ممكن يعتذر، لكن ده لا، ده محتاج دكتور مش محتاج رد مني. في نوع تالت بقى بيقدم لك نصيحة طعمها وحش، عارفة اللي بيديكي تورتايه ويروح رشش عليها شوية تراب ويحدفها في وشك، ده بقى بياخد بلوك برضو، ما بردش عليه. اصل الاصناف اللي فاتت دي مش هتكتفي انها تكتب لك كلام بشع مرة واحدة، لا دول هتلاقيهم نطلك في كل فيديو عاملين فيها علماء ذرة، ومش هيكفيهم التطاول عليكي لوحدك، دول كمان هيتطاولوا على المتابعين المحترمين اللي عندك. ما هي داخلة بقى تطلع الكبت فهتمسك في خناق الكل، فبعديها احسن والله الغني عن تعليقها. اعملي لها بلوك وكفايه عليها تعمل ديسلايك على فيديوهاتك كده من بعيد، وشكرا على التفاعل اللي عملته، لان الديسلايك بيرفع الفيديو برضو على فكره زي اللايك بالظبط، فهي بتفيدك من غير ما تشعر. يعني اي حركه قد كده بتتعمل في قناتك بتفيدها وبترفعها، حتى لو حد بس كتب اسم قناتك في باحث اليوتيوب ده بيرفع قناتك. في ناس بقى بلسم كده تقدم لك النصيحه بذوق وبأدب وبحب، دي بعمل لها قلب وبقول لها جزاك الله خيرا. ما بجادلش معاها، ما بقول لهاش لا انا صح ولا انا حرة، لاني ما بحبش الجدال عشان بيخسر الناس بعضها، وانا ما بحبش اخسر حد محترم. لو حد مش محترم بخسره عادي مش مهم. كمان انا مش من النوع اللي عايزه الم تعليقاته وخلاص، ولا زي القنوات اللي بتفرح بالشتيمه وتقولك دي هتكبر القناه، لا خالص. بكون حريصه ان كل متابعيني بلا استثناء يكونوا محترمين، وما يشوفوش عندي الا كل احترام، ما يشوفوش اي تعليق من اي حد يجرح مشاعرهم او يستفزهم او يضطرهم ان هم يردوا ويتنرفزوا ويتعصبوا. انا مش داخله عشان انرفزهم، متابعيني دول عيلتي وحبايبي قاعدين في بيتي، احب انهم يشوفوا ويسمعوا عندي كل حاجه حلوه. انا مش بجمع متابعين وخلاص، لكن بحاول اعمل مجتمع بيحب ربنا صح وناس بتحب بعضها بجد. لا بحب الناس اللي بتحلل كل حاجه وعايشه زيطه، ولا بحب الناس اللي بتحرم كل حاجه وبتخنق الواحد من حياته. التطرف ما بحبوش سواء كده او كده. كمان لو شفت حد معلق عندي وحاطط على بروفايله صورة جنسية مثلا بعمله بلوك، ولو شفت حد معلق لبنت بيعكسها او بيضايقها او بيطلب منها يتعرف وتعالي على الخاص وكاتب رقم تليفونه والكلام ده برضه بعمله بلوك. المكان هنا المحترمين فقط، عشان تعبنا بقى وزهقنا من التعليقات السخيفة والتجاوزات المملة وانحدار الاخلاق اللي تفشى في السوشيال ميديا. كمان اي حاجة بتدعو للجدال وبتعمل مشاحنات بين الناس ما بتكلمش فيها، زي مثلا الموضوعات السياسية او الطائفية،
لان الحاجات دي بتقلب التعليقات شتايم وقذف محصنات احياء واموات، ودي كبائر مش هسمح بيها برضو عندي. الحاجات دي يتكلم فيها شباب ماشي عادي، هيتحمل اللي بيتكتب وهيرد، لكن بنت لا، مش مناسب خالص انها تقحم نفسها في المجالات دي وسط التدني الاخلاقي اللي منتشر في المجتمع، ولا حول ولا قوة الا بالله. حتى لو القناة مش هتصفي الا على 1000 متابع محترمين كفاية، ولا ان يتواجد بينهم حد مش كويس. فعمري ما هتكلم في حاجات تلم علينا الناس اللي بتحب الشتيمة، اللي ما بيهمهمش الكلمة رايحة فين. دي سياستي في القناة، ودي طبيعة تعاملي في التعليقات، ومبسوطة بالسياسة دي جدا، واللي متابعيني مبسوطين بيها جدا، وربنا يديمها نعمة علينا ويبعد عننا شياطين الإنس والجن. السؤال التالي ده جاي من شاب بيقول لي أسلوبك فيه حدة ومش عاجبني. طبعا أنا زي ما قلت من شوية إننا بنتكلم على الإنترنت زيه زي السوق زي الشارع، فلازم أي واحدة محترمة تتكلم بجدية وحسم. انا مش طالعه اوزع دباديب، ولا طالعه علشان تعجب بيا، مش طالعه ادور على عريس، وبتكلم في حاجات ما فيهاش هزار، حاجات فيها حسم، يا ابيض يا اسود، يا صح يا غلط. فلو ما اتكلمتش بحده وحسم ضاع المقصد من الموضوع. ففي حاجات ما ينفعش معاها غير الحده، ومش كل الحلقات عندي على فكره فيها حده، في حلقات كتيره هاديه وبنتكلم عن وصف الجنه وعن القران وعن الصلاه والمذاكره والمعاملات والصبر وغيرهم. لكن لما اجي احكي عن المنافقين مثلا، لما احكي عن ناس عايزه تنشر الفواحش والفساد في الارض، اكلمهم بحنيه ليه؟ بأمارة ايه؟ اذا كان ربنا عز وجل وعدهم بجهنم، اطبطب انا عليهم؟ هبقى احن عليهم من ربنا؟ لا، مش هحن عليهم دول. مش عايز تؤمن بدين انت حر، لكن تحترمه وتحترم عقيدتي. هتغلط وتسخر وتتريق هتاخد على دماغك بلا هواده. سهل قوي عليا اطلع اقول يا أخواتي بحبكم في الله قوي، بارك الله فيكم جميعا، لماذا تحاربون الله ورسوله يا أحبابي؟ لا، ما هماش أحبابي. مادام بيضطهدوا تعاليم ديني يبقوا أعدائي. أحبهم ليه؟ أكذب؟ أنافقهم؟ لو أظهرت لهم المحبة أبقى منافقة زيهم. لازم نفرق بين مين يستحق يتعامل بمحبة ومين اتولد عشان يتشد من ودانه. ربنا عز وجل لما اتكلم عن المنافقين قال ايه؟ قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال لك اغلظ عليهم، مش حن عليهم، مش ما تكلمهمش بحدة، مش طبطب عليهم. انت كمسلم عندك نخوة، مأمور انك تجاهد المنافقين دول بالكلمة، ترد على ضلالاتهم، مش تحن وتطبطب. لا، انت تنسى الطبطبة خالص مع الاشكال دي. مادام بيتطاولوا على دينك مفيش طبطبة. هيجي حد يقول لي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا، دي نزلت في الصحابة اللي في غزوة أحد، مش في المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم مش هيعامل المنافقين اللي بيحاربوه زي ما بيعامل الصحابة. دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. ففرقوا بين الاتنين. احنا ننصح أنفسنا وننصح العصاة بالحسنى والحنية، جميل. لكن لما نكلم المنافقين اللي بيحاربوا الله ورسوله مش عاجبهم دين ربنا، نلبهم على دماغهم. مش عايزين نحط الدنيا في الخلاط. القرآن الكريم حدد لنا ان احنا نعامل كل واحد في المكانة اللي يستحقها، هو اللي بيحط نفسه في المكانة اللي يستاهلها. السؤال اللي بعده، ليه بتطلعي في القناة بخمار اسود على طول؟ هي الالوان طبعا مش حرام، وعندي الوان كتيرة الحمد لله، لكن انا عايزة الناس تركز في اللي بقوله بس. مش عايزة تفوت ثانية من كلامي وحد بيفكر ايه ده، خمار رصاصي، خمار نبيتي، خمار كحلي. اهي الثانية اللي هتسألي فيها نفسك السؤال ده مش عايزاكي تفكري فيها اساسا، عايزاكي تركزي مع كلامي وبس. ومش طالعه استعرض الوان يعني نعتبره يونيفورم. ده غير ان انا بحب اللون الاسود. درع اليوتيوب بقى وصل ازاي ووصل امتى؟ انت لما قناتك بتوصل 100,000 مشترك بتراسلي دعم اليوتيوب وبيردوا عليكي على طول وبيعرفوك الخطوات. ما تقوليش هما هيبعتوه، لا مش هيبعتوا حاجه، لازم تطلبيه بنفسك. احنا دلوقتي الحمد لله تخطينا في القناه 200,000 مشترك، فكنت المفروض طلبته من زمان، من ساعة ما وصلنا ل100,000. لكن أنا تكسلت بصراحة، بس لما طلبته وصل بسرعة، يعني في خلال 10 أيام لقيت البريد الدولي بيتصل بيا وجايبه وجاي، هو مكتوب عليه اسم القناة باللون الأبيض، كنزي لايف واي. يا رب عقبال كده الدرع الذهبي والماسي ليا ولكل القنوات اللي بتفيد الناس وبتنفعها لدنيتها وآخرتها. بتمنى تكون حلقة النهاردة أفادتكم، وزي ما بنقول كل مرة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتصلوا على رسول الله وتدعوا لوالدي بالرحمة. واشوفكم على خير في حلقة جديدة ان شاء الله من قناة كنزي لايف واي. واسفة اني طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.